مصر يعيش في مملكة كبيرة جدا، في مكانة كبيرة جدا، في دولة عظيمة جدا اسمها دولة العراق. النهاردة هنتكلم عن فيديو من أهم الفيديوهات المؤثرة اللي تسببت في إثارة للجدل، في ضجة كبيرة جدا في المجتمع العربي وخاصة في المجتمع العراقي. النهاردة لكل إخواتنا العراقيين، طبعا حضراتكم تعلموا جيدا مدى العلاقة الطيبة اللي بين مصر والعراق من قديم الأزل، والتاريخ يحكم بذلك. وإذا حكمنا نحن على هذا الكلام لم نجد أفضل من تاريخ عظيم يجمع ما بين العراق وما بين مصر. النهارده هنتكلم عن فيديو من أهم الفيديوهات، ولكن فضلا منكم وليس أمرا أتمنى من حضراتكم تدعمونا بالاشتراك، عمل مشاركة لكل إخواتنا وحبايبنا، تدعمونا كمان بكل كلمة طيبة تقدروا توصلوا بيها الفيديو بتاعنا، نكبر القناة بتاعتنا. إحنا بنبدأ مع حضراتكم بداية جديدة وعظيمة، نتمنى تكون هي دي الستارتنج معاكم، تكون بداية مرحبة أو حاجة مشرفة فعلا تليق بالمجتمع العراقي في كل مكان. تعالوا مع بعض نسمع تفاصيل فيديو النهاردة. اللايك، الاشتراك، تفعيل زر الجرس، وكمان لو تكرمت علينا اوعى تنسى الكلمة الطيبة اللي تكتبها لنا مع هاني السوالبي. اتفضلوا معايا. على الصوره ديال الكراسي ديال ملعب الابجيغو حنا كنشاهدوا هذه الصوره، المدرب كذلك لاعبه المنتخب الجزائري. الشعار اللي كاين في الوراء ديال الجامعه الملكيه المغربيه جابوا السكوتش كحل وغطاو هذاك الشعار. خرج هذا الاعلامي الصراحه اللي ما فهمتش انا ملي كيجيب هو المعلومه، قال لك اسيدي لا راه اتهامات باطله للمدرب ديال المنتخب النسوي الجزائري. قال لك هذه الشعارات ديال المنافسه قال لك ودي فيها افتراء وعار على من الصحه. قال لك ودي باللي المقاعد ديال البدلاء للمنتخب الجزائري والشعارات الغير رسميه مغطاه، قال لك والتي تعود لفريق الرصينغ البيضاوي اللي عنده الملعب ديالو كيلعب فيه الملعب ديال ابجيغو. الا كان الرصينغ البيضاوي غطى غير واحد الجهه يغطي الملعب كامل. واصلا هذاك انت كتقول الشعار ديال كاس افريقيا، هذاك الشعار ديال الجامعه الملكيه المغربيه اللي راه مطبوع في الكراسي ديال دكه البدلاء في كل الملاعب المغربيه. وهذه فقط مجرد تبريرات كاذبه ولا يثق فيكم احد. نقولوا مثلا احنا هذا الكلام ديالك فعلا على صواب، ولكن شنو نقولوا على الصفحه الرسميه ديال الكاف؟ الصفحه الرسميه ديال الكاف هنا كما كتشاهدوا معنا نشرت التشكيله ديال المنتخب الجزائري امام منتخب بوركينا فاسو، وحنا كنشاهدوا في الشعار كاين المغرب، الشعار ديال كاس افريقيا فيه البلد المستضيف المغرب، بينما التشكيله التي تم نشرها في الصفحه الرسميه ديال المنتخب الجزائري هنا محذوف في المونتاج فيها المغرب. يعني شنو غادي نقولوا؟ واش الرصينغ البيضاوي مشاو حتى هما الصفحه ديال المنتخب الجزائري؟ بركه من الكذوب. كذلك ايضا المدرب ديالكم يعني قطع الباج. واش نقولوا الرصينغ البيضاوي هما اللي مشاو قطعوا الباج؟ يعني اشياء كثيره من التبريرات وكذلك ايضا الابتزازات خص الكاف، وكذلك خص الكاف يتعامل بيد من حديد، يعني ما يبقاش هذه الامور تقع في المسابقات الافريقيه. حتى الهدف الذي سجله المنتخب الجزائري النسوي هنا كنشاهدوا لحظه اعلان على المسجله ديال الهدف، شوف الشعار يعني محذوف من الصفحه ديال المنتخب الجزائري، وتجي تقول لي اودي باللي راسينغ البيضاوي هما اللي غطاو الكراسي. يعني هالاستفزازات انا كنقول خص الكاف يدخل، والكاف فعلا دخل ونبه وحذر الاتحاد الجزائري لكره القدم. هناك عقوبات ايضا في الطريق، ولكن هذا الشيء غير كافي بتاتا. يعني مثل هذه الامور يعني امور تضر بالاعلام ديال الكاف وكذلك ايضا بالمسابقه، وهذا الشيء ما خصوش يبقى. خص الجامعه تدخل بكل صرامه، وخص الكاف يدخل، لانه لحد الان ما بقاش العقوبه وما بقاش الغرامه الماليه. حنا بغينا عقوبه تكون هذا المنافس اللي كيقوم بهذه الاشياء اللي كيضرب المنافسه اللي منظمه في بلد يعني اللي احترموهم وضيفناهم وكرمناهم. حنا كنشاهدوا يعني الاحتفالات هنا ديال العائلات الجزائريه في المدرجات ديال ملعب الابجيغو، كذلك اللاعبه ديالهم، التدريب في المستوى، الملاعب في المستوى، كل شيء وفرناه في المستوى. ولكن هذا العمل الاستفزازي يجب على الكاف انه ما يبقاش يتعامل بالطريقه ديال العقوبه الماليه او كذلك ايضا التوبيخ ولا التنبيه. حنا بغينا عقوبه. الا دار عاودوا كرروا نفس الخطا فيجب انه الجامعه خصها تدخل، وخص هذا الفريق يتم كما نقولوا ابعاده من المسابقه الافريقيه. اذا اخواني نخليكم تشاهدوا الفرق الكبير الاعلام المغربي، الطريقه اللي كيتكلم وكيحلل المباراه وكيجيب لاعيبه ديال المنتخب الجزائري، وكذلك بكل روح رياضيه. يعني ما كاين لا حسد ولا فتنه ولا اي شيء، ولكن القوه الهاربه اكتفى فقط بالشعارات الاستفزازيه. نخليكم مع الاعلام المغربي شنو قال على المباراه ديال المنتخب الجزائري. تلقاو في النهايه ديال الفيديو، عطونا رايكم فيه. لي ماتش اللي كيكونوا سواء كنقولوا ديربي نور افريكان ولا ديربي عربي، ديما كيكون فيهم واحد التونسيون، واحد الاثاره كبيره اللي كنبغيو نشوفوها، والجمهور كيبغي يحضر وكيبغي يشوف كره في ارضيه الملعب. متفق معك. تنظن بان المقابلات ديما معروفه بالنديه ديالها، مقابلات ديال دول شمال افريقيا.
افريقيا ماشي فقط تونس والجزائر لكن ايضا مصر وليبيا والمغرب. دونك كاع لي زيكيب تيكون سوفون اون ريفاليتي امبورطونت كيف اللي قالت الضيفه ديالنا دالمينين. دونك كنظن بان المنتخب الجزائري غادي يكون في المستوى لان شفنا المقابله ديالو الاولى. دونك انا غوفي اوسي لا ريستركتوراسيون ديال ليكيب ناسيونال الجزائريه من 2018 ل 2025 فثلاث لاعبات فقط اللي بقاو من الجيل ديال 2018. تنظن بان فريق اللي ربما غادي يقدر يخلق مفاجاه خلال هذه الكاس الافريقيه. تنظن يا بيتيت بلوس دو شانس دو كوتي الجيريان كو دو كوتي تونيزيان ولكن المقابله كتكون فيها اون بريسيون سوبليمونتير مادام ان سي دي فوازان. دونك فوالا سا سرا غادي نغتنم الفرصه باش نذكركم بلي ريزولتا ديال لو جروب بي. البارح نيجيريا ربحت تونس ب3 الاهداف مقابل لا شيء والجزائر ربحت بوتسوانا بهدف بدون رد. بالنسبه لو كلاسمون نيجيريا كتصدر المجموعه ب3 نقاط تبعها الجزائر بلو ميم نومبر دو بوان. بوتسوانا في المرتبه الثالثه وتونس في المرتبه الاخيره بجوج بصفر نقطه. بالنسبه للبروغرام ديال المجموعه بي لي ماتش غادي يتلعبوا نهار الخميس في كازا. عندنا موعد مع ديربي شمال افريقي ما بين تونس والجزائر مع 5 في ستاد بيرجيغو ومع 8 بوتسوانا ونيجيريا غادي يلعبوا في ملعب العربي الزاولي. بالنسبه لكم هذيك الصباح حنا تكلمنا على دابا على لو ديربي نور افريكان. شنو كتظن في الماتش الاخر ديال المجموعه؟ ما يمكنش لينا نختلفوا على انه مجموعه نقدروا نقولوا انه فيها مستويات مختلفه. تونس مع الجزائر كتبقى محطه مهمه لانه كنعرفوا دائما الديربيات المغاربيه عندها واحد طابع خاص ولكن في المقارنه بين ذلك على انه كيبقى مستوى متفاوت بين المنتخب النيجيري والمنتخب البوتسواني. شاهدنا كل شيء في المقابله الاولى. دايوغ تكلمنا على المعطيات تكلمنا على الارقام وتكلمنا كذلك على المستويات المختلفه. المنتخب النيجيري كيبقى واحد من القوى الافريقيه ليس فقط على مستوى الفوز ديالو فقط في المقابلات حتى على مستوى التكوين والتاطير واخراج اللاعبات اللي كيصدروا بواحد الشكل اللي هو مباشر للقاره الاوروبيه. لهذا ففوارق كبيره بين نيجيريا وبين بوتسوانا. لهذا فاقرب فريق للفوز في هذه المقابله بكل بساطه هو نيجيريا. ونرجعوا للفوز ديال المنتخب الجزائري اللي من بعد النتيجه الايجابيه للمنتخب اللي منحت اول فوز للمنتخبات العربيه في الكان. الجمهور الجزائري عبر على السعاده ديالو ماشي غير بالفوز بل حتى بالاستقبال اللي خلاهم يحسوا انهم في بلادهم. نسمعوا التصريحات اللي كانت مباشره من وراء الماتش يوم امس. الميكروفون مهدي اصوابي. يعني انا كمواطن جزائري راني عايش هنا في المغرب منذ 3 سنوات ويعني صراحه ما نحسش باني عايش في بلد اخر. يعني الجزائر ولا المغرب بحال في العادات في التقاليد الناس ما شاء الله كنا خوت والحمد لله. وحنا فرحانين اللي المغرب نظمت هذا الكاس افريقيا ونتمنى ان شاء الله يعني بون كوراج ان شاء الله للفريق المغربي الفريق الجزائري ان شاء الله ولما لا يتلاقوا ان شاء الله في النهائي. وديما نقولوا حنا خاوه ان شاء الله وخوت وللابد ان شاء الله. C'était bien, les joueurs étaient fortes et j'ai aimé ce match parce que c'était le premier match. انا عايشه هنا في المغرب وعندي سنين عايشه هنا وفي الحق داز الماتش تري بيان وسيتي تري بيان اورغانيزي سيتي كالم ولعبوا بيان لي دو زيكيب وحنا فرحانين خاطر الجزائر ربحت. Ça s'est très bien organisé, on a pu voir plusieurs matchs et aujourd'hui le match de l'Algérie. Et donc pour l'instant tout se passe très bien et on est content de l'organisation des matchs. Donc on passe un bon moment. On est très content. اهلا بكم مره تانية وبشكر كل اخواتنا العراقيين في كل مكان. العراق 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 كلمة طيبة، اسم طيب لمجتمع طيب لشعب طيب يملأه العراقة والحب والتاريخ. بجد كامل الاحترام والتقدير. بشكركم جدا على تواجدكم معانا، بشكركم على كل كلامكم الجميل الطيب. شكرا ليكم، شكرا لكل حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.